صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يدعو فيها عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما طلب أو ما دعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف، في ساعة العلماء على خلاف وليهم كلام جميل. بعضهم بيقول الساعة دي من أول ما يصعد الإمام على المنبر لغاية ما ينتهي من الصلاة، يعني وقت الخطبة وقت الصلاة، هي دي الساعة. وبعضهم بيقول من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وده الوقت اللي اتخلق فيه سيدنا آدم. بغض النظر، دول كان في آراء كتيرة، دي خلاصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وأفكار جديدة لإفطار رمضان. ناس كتيرة جدا عندها الراعي الرسمي أول يوم رمضان البط والمحشي والملوخية وكمان صينية الرقاق الجميلة. طبعا كل الأكل الجميل المصري ده محتاج كده شوربة سمينة علشان الأكل يطلع طعمه حلو. النهاردة إن شاء الله هقولك إزاي تعملي البطة تطلعي منها أحلى شوربة، وكمان إزاي البطة تستوي معاكي بسرعة الصاروخ من غير حلة ضغط. اول حاجه هنسمي الله، وما تنسيش تحطي لايك لام حمزه. مسكت الحوض وغسلته كويس جدا، ومسكت البطه غسلتها من تحت الجناحات اهم حاجه. وكمان البطه بيبقى فيها كده حتت صفرة بتطلعيها بضافر ايديكي، وبتمسكي الجناح بيبقى فيه حته صغيره كده زي الضافر بتقطعيها بالسكينه. الحبل اللي تحت ده تتاكدي كده لو الراجل بتاع الفراخ ما طلعهوش تقطعيه وتطلعيه، وتنضفي المنطقة دي كويس جدا علشان المنطقة ديت هي اللي بتعمل زفارة. مسكت البطة نقعتها في ملح وليمون لمدة ساعة، ومسكت الأنثى برضو نضفتها، طلعت الحتة الصفرة ديت كده بضافر صبعي كده بتطلع بسهولة. ومسكت البطة بقى غسلتها كويس، وبعد كده شطفتها وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. جبت 3 بصلات ضربتهم في الكبة، وحطيت معلقة من الملح وفلفل اسمر، ودعكت البصلة كويس جدا بالملح والفلفل الاسمر. طبق تاني وفيه ملح وفلفل اسمر، وهمسك البطة اعمل لها مساج من بين اللحم كده وبين الجلد. افتح البطة كده، افصل اللحمة عن الجلد علشان ادخل الملح في كل حتة في البطة. طبعا التركة ديت بتفرق جدا في طعم البط. اللحم بيبقى طعمه كده مملح وبيبقى طعمه حلو. شايفين بفتح كده الجلد عن اللحم، وبدخل الملح في كل حتة كده في البطة. طبعا اهم حاجة اللي انت تسيبي البطة في التتبيلة بتاعة البصل على الاقل لمدة 2-3 علشان البطة تتملح ويبقى طعمها حلو. تمسكي البطة من المنطقة دي زي ما انا بوريكي كده، وتحطي فيها الملح والفلفل، ولو لقيتي كده ريشة رفنعة بتطلعيها بايديكي وانتي بتتبلي البطة. البصل معايا هدخل البصل كده برضو زي ما عملت في الملح والفلفل في كل حتة كده في البطة. اهم حاجة التتبيلة، واهم حاجة ان البطة تقعد وقت طويل في التتبيلة. قطعت الرقبة ومسكت الاجنحة كده لويتها لورا علشان يبقى منظرها حلو لما اجي اقدم البطة، وكمان علشان ما تاخدش مكان في الحلة وانا بسلق البطة. بعد ما لويت كده الاجنحة، شايفين سهلة جدا، بتلويه لورا كده بيتلوي معاكي. هكتف بقى البطة وهحط الكبد والأنثى جوه البطة، وبقت معايا جاهزة زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، حاجة كده زي السكرة. هلبسها كيس وهسيبها في التلاجة على الأقل لمدة 3 ساعات. بعد كده جبت حلة على النار، وأول ما المية غليت نزلت بالبطة، وحطيت ورق لوري مطحون وحبهان ومستكة وفلفل اسمر، بس حطاه حصى علشان ما يغمقش الشوربه. وكمان حطيت كوبيبه صيني، وحطيت بصل قطعته مكعبات كده 4/4 يعني، وطماطمايه قطعتها 4/4، وحطيت كل الكلام الجميل ده. هيستوي معاكي ازاي بقى البط بسرعه؟ انا عامله الكلام ده بالليل. حطيت البطه كده، واول ما البط بدأ يغلي غلوتين طفيت عليه وسبتها للصبح. الصبح ولعت عليها البوتاجاز، اللهم بارك ما اخدتش نص ساعه وكانت جاهزه معايا كده. هتعرفي منين ان هي استوت؟ بتغزيها كده بالسكينه هتلاقيها دخلت جوه اللحم بمنتهى السهوله. شايفين اللهم بارك الشوربه عامله ازاي؟ تحفه. اهي الشوربه دي بقى اللي هتظبطي بيها الاكل بتاعك. عملت كده خلطة بسيطة ادهن بيها البطة عشان تديها طعم حلو كده. معلقتين من الزيت، وحطيت ليمون، وحطيت كمان كاتشب. كنت بحط صلصة بس الكاتشب طعمه احلى. وحطيت ملح وفلفل اسمر، وقلبت كل الكلام الجميل ده مع بعضه. وجبت البطة بقى ادهن البطة بالخليط دوت.
تدينيها على الجنب ده وعلى الجنب ده، وتمسكي كده عند الجناحات، يعني كل منطقة كده في البطة تدهنيها. طبعا انا مولعة الفرن على درجة حرارة 200، وبدخل البطة يا دوبك تاخد لون كده احمر جميل، وبعد كده بقلبها الناحية التانية عبال ما البطة بقى تطلع معانا، علشان لما تحطي الطبق على السفرة كده يبقى شكله حلو. جبت بقدونس وقطعتها وزينت كده الطبق بتاعي، والبطة اللهم بارك طلعت معايا تحفة يا بنات. جبت الورق الفويل وحطيته كده على رجلين البطة عشان يبقى شكلها حلو على ترابيزة السفرة كده، عشان طبعا العين بتاكل قبل الفم، عشان حاجة تشرفك قدام ضيوفك كده. تعالي شوفوا البطة دايبة دوب. جربي بس طريقة التسوية ديت، تسيبيها تغلي غلوتين من بالليل، والصبح كملي التسوية بتاعتها تحفة دايبة كده. شايفين عاملة ازاي؟ حاجة كده خطيرة. شايفين الشكل؟ جميلة. والخلطة اللي انا بدهن بيها دهني بيها فراخ، دهني بيها بط، دهني بيها لحمة، اي حاجة تحطيها في الفرن طعمها حلو قوي. وادي المحشي، يا سلام. اللحظة ديت والله العظيم هي اللي بتضيع كل التعب اللي انتي تعبتيه طول النهار. بس طبعا انا مرضتش اصور لكم المحشي عشان احنا عاملينه قبل كده في القناة كتير مع بعض. والملوخية الخضراء الجميلة، حاجة كده تفتح النفس. لايك بقى لأم حمزة، واشوفكم في فيديو جديد.